السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اضغطوا إعجاب واشتركوا ليصلكم كل ما هو جديد. موسى الحاج موسى، في كل مرة نتكلم عن تألق حاج موسى مع ناديه فاينورد تقابلنا تعليقات: لماذا لا يفعل نفس الأمر مع المنتخب؟ مع البريفي ماشي كيما مع الدولة، مع المنتخب يصلي على الكرسي بين قوسين. أرواح نوضح لك الأمور. في فاينورد يعتبر ركيزة أساسية في مشروع النادي. في فاينورد يعلمون بأن استمرار هامش التطور يكون من خلال إشراك اللاعب دائما، والصبر على أخطائه وقلة خبرته وبعض قراراته الخاطئة، لكن يجدون الحل من خلال ضمان الاستمرارية في اللعب، لأن الاستمرارية هي أهم عنصر يساهم في تطور أداء اللاعب، وهو ما أصبحنا نقف عليه من مباراة لأخرى. كما راكم تشوفوا، الاستمرارية هي كل شيء. كي يلعب ماتش ورا ماتش ورا ماتش يقدم أداء قوي ويثبت على الأداء نتاعو ويتعلم من الأخطاء نتاعو. آنيس هذا الموسم ليس آنيس الموسم الماضي، ماشي كيف كيف. والمباراة السابقة ماشي كما الماضية، والمباراة السابقة ليست مباراة الأمس. هل يوجد هذا الأمر في المنتخب؟ تتعجبوا، ما كانش هذا الأمر في المنتخب؟ أكيد لا. فحتى المباريات الودية والحبية شاهدنا محرز في أرضية الميدان وآنيس في المدرجات. المشروع غير موجود، الاستمرارية غير متوفرة. تتعجبوا، وبالتالي لا ننتظر منه أن يفعل ما يفعله في فاينورد روتردام الذي يعتبر قطعة أساسية مع النادي، ويعني يحظى بتأييد المدرب فان بيرسي وتأييد من الأنصار. حتى زملائه أصبحوا يعني يعني يرفعون له القبعة نظير المساهمات والأهداف التي يأتي بها من كرة ميتة في لقطة اثنان بوم يسجل هدف. المهم، كل التوفيق لحاج موسى، وأنا أتمنى أن نراه في نادي أكبر من فاينورد وفي الدوريات أو في دوري من الدوريات الخمسة الكبرى. شكرا لكم على حسن الإصغاء والمتابعة. سلام.